كانتش قادرة تتماسك وتتحكم في أعصابها أكتر من كده، واستنت أول لما ابنها العريس نزل، وقررت تدخل على مراته اللي كانت لسه ما صحيتش من النوم. دخلت وقالت لها: قومي يا أختي قومي، انت ليكي عين تنامي؟ مش كفاية عملتك السودة؟ فوقي وقوليلي انت فين أهلك، وازاي سبتي البيت وهربتي واتجوزتي ابني؟ مريم فاقت من النوم على صوت حماتها العالي، ردت عليها بصدمة وخوف وقالت: في ايه يا طنط؟ انت اتحولتي كده ازاي؟ ما انت كنت راضية وموافقة، ايه اللي غيرك بالشكل ده؟ وعموما انا ما عملتش حاجة غلط، انا اتجوزت. حماتها ردت بطريقة وقالت: عرفي، اتجوزتي ابني عرفي، ودي عندي كبيرة قوي، وعشان كده هتشوفي مني وش تاني خالص. مريم كانت بتاخد نفسها بالعافية ومصدومة وخايفة، ما كانش في الحسبان كل اللي حصل لها واللي لسه هيحصل لها، واللي عملته حماتها فيها بعد كده كان أغرب من الخيال. ازيكم يا أحلى عيلة في الدنيا، عيلة مروة عزام، وحشتوني قوي قوي. عشان كده جايالكم بقصة هتعجبكم جدا، قصة فيها توعية كبيرة للبنات وللأهالي قبل منهم، لأن دايما مقتنعة أن الأساس من عند الأهل، وأن التربية منهج متكامل، ولو أسسنا صح فباقي المنهج بإذن الله ورعايته هيكون سهل جدا بعد كده. وطبعا بشكر كل فريق العمل على مجهودهم المتميز، الكاتبة آية عادل، وفويس أوفر فاطمة سيد. ودلوقتي تعالوا نشوف حكاية مريم وإزاي وصلت لكده. يلا بينا نسمع القصة من البداية مع بعض. نوال كانت ست بيت عمرها 50 سنة، مطلقة من سنين، وعندها ابنها بلال عمره 21 سنة، وبنتها ساجدة عمرها 16 سنة. نوال قدرت تتوظف ويبقى لها دخل كبير ومحترم، وربت ولادها وكبرتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن مفيش حاجة بتمشي حلوة للنهاية. في يوم نوال رجعت من الشغل لقيت ساجدة بتتخانق مع بلال. ازاي يا بني ادم انت تفتح الدرج بتاعي وتاخد منه السلسلة بتاعتي وتروح تديها للبنت اللي انت بتكلمها؟ وبعدين لما انت عايز تعمل قيمة وشكل لنفسك قصادها ما تجيبهاش من فلوسك ليه؟ بنت انتي، انا مش عايز طولة لسان. وبعدين ايه يعني سلسلة؟ ما انت عندك كتير. بقول لك انتي صدعتيني. نوال قطعت كلامهم وهي متعصبة من منظر خناقتهم. في انت وهي وسلسلة ايه اللي اخدتها من اختك يا بلال؟ ده بدل ما تجيب لها جاي تاخد منها. يا ماما انا هجيب لها غيرها، ملوش لزوم كل الكلام ده، وكده كده عارف انك هتغلطيني عشان بنتك اللي ما ينفعش تزعل ابدا. يا ابني افهم مرة بالله عليك، انت راجلنا، انت اللي المفروض تشيل عننا وتبقى سند وظهر لينا. انا عايزه افهم انت ليه ما بتشتغلش وقاعد في البيت بتعمل ايه بقى؟ يا ماما انا عايز وظيفة بمؤهلي، مش هقبل بأي حاجة تانية، وبعدين انا مش بتاع بهدلة. يا ابني مفيش حد بتجيله الفرصة وهو قاعد مكانه. قوم وتحرك وشوف حياتك ومستقبلك. صدقني الدنيا محتاجة اللي يعافر، مش اللي قاعد في البيت جنب أهله. على العموم يا بلال، حصل خير في موضوع السلسلة، وانت يا ساجدة بعد كده اقفلي اوضتك بالمفتاح طول ما انت مش قاعدة فيها، وحق السلسلة عندي يا حبيبتي. ساجدة اتنهدت بحزن. طيب يا ماما اما نشوف اخرتها. نوال استنت لما ساجدة تدخل اوضتها وقربت من بلال وقالت له بصوت واطي: قولي بقى ايه حكاية البنات اللي بتعرفهم وبتجيب لهم هدايا دول؟ يا ابني هو انت مش عارف انك عندك اخت واللي بتعمله بره هيترد لها؟ يا ماما وانا عملت حاجة وحشة؟ وبعدين دي بنت عرفتها من على النت وقابلتها يوم عيد ميلادها وكان لازم اجيب لها هدية. وايه لازمة انك تتعرف على واحدة وانت مش معاك فلوس حتى تجيب لها شبكة عشان تخطبها؟ شبكة ايه بس؟ احنا يا دوب عارفين بعض يعني. بقولك ايه يا ماما، انا هدور على شغل حاضر ماشي، بس لو سمحتي كفاية كلام بقى وضغط عليا، انا مش متحمل. دخلت نوال اوضتها وهي مخنوقة من تصرفات ابنها وقلقانة عليه، ولما قعدت تصلي فضلت تدعي ان ربنا يهديه ويحميه من الشيطان نفسه. وبعد ما عدى شهرين نوال لاحظت ان كلامه مع البنت اللي متعرف عليها زاد جدا، زاد عن الاول. بلال كان في اوضته كالعادة بيتكلم مع مريم في التليفون، وفجأة جات له رسالة انه مطلوب في مقابلة عشان الوظيفة اللي قدم عليها. مريم، تصدقي الشركة اللي قدمت فيها عايزاني اروح لهم؟ تفتكري هشتغل ولا زي كل مرة هترفض؟ بفكر مروحش اصلا. لا طبعا روح، مش يمكن ربنا يكرم والموضوع يكمل المرة دي؟ خلينا ناخد خطوة بقى يا بلال. صح عندك حق،
تصدق يا مريم، رغم اننا ما عرفناش بعض كتير يعني، لكن حاسس اني اعرفك من سنين وتعلقت بيكي جدا. انا بس قلقان شويه من موضوع اني اتقدم لك ده. اصلا انا ما عنديش اللي يخلي اهلك يوافقوا عليا يعني، ولا شقه ولا حتى فلوس شبكه. وليه كل ده؟ انا مش عايزه اي حاجه غيرك. انا بحبك انت وعايزاك انت، حتى لو هنتجوز مع مامتك في الشقه والشبكه هاتها صيني. بلال اتصدم من كلام مريم ومن تسهيل الامور بالشكل ده. انت بتقولي ايه؟ وهو انا لو جيت وقلت لاهلي كده هيوافقوا عليا؟ انا هتمسك بيك، ولو وصل الامر اني اقف قصاد الدنيا كلها عشانك واهرب معاك لاخر الدنيا هعمل كده. مريم قدرت تسهل الامور لبلال وخليته يتحمس انه يشتغل بس عشان يروح يتقدم لها. وتاني يوم راح المقابله واتقبل في الوظيفه بمرتب كويس. ولما روح البيت وشاف والدته قصاده جري عليها وقال لها: انا جاي واعمل لك مفاجاه يا ست الحبايب. الحمد لله قدمت في الشركه وعملت الانترفيو وقبلت، وهنزل الشغل من بكره. اظن كده بقى ترتاحي اخيرا وتبطلي تفكير شويه. يا ما انت كريم يا رب، اخيرا يا ابني، اهو كده فرحت قلبي، الله يفرح قلبك. بمناسبه بقى ان ربنا يفرح قلبي، فانا عايزه اطلب منك طلب. بصراحه كده انا بحب بنت وعايزه اخطبها، مريم، اما انا قلت لك عليها قبل كده. مريم يا ابني، مش دي اللي انت اتعرفت عليها من على النت؟ يا حبيبي، واحنا نعرف اهلها منين ولا نعرف اصلها وفصلها منين؟ انا بخاف من جوازات النت دي. يا ماما انا بحبها، وبعدين هي ملهاش اي طلبات، وهتيجي تعيش معاكي هنا في الشقه. ايه رايك؟ مستحيل طبعا، تيجي فين؟ دي بنت ناس ومن حقها يبقى لها شقه خاصه بيها تعيشوا فيها براحتكم. اسمع يا بلال، بنت دي لو كويسه ومتساهله بالشكل ده المفروض ان انت تعلي منها وتقدرها، مش تطوعها. ولو مش كويسه يا ابني ابعد عنها، احسن فجأة تلاقي نفسك بتدفع 8 غلطات مش بتاعتك. اسمع مني، الجواز الحاجة الوحيدة اللي لازم تفكر فيها بالعقل. واديك شايف انا اهو، اديني بدفع 8 غلطة غلطتها زمان لما وقفت قصاد اهلي واتجوزت ابوك. واخرتها ايه؟ اهو طلقني وسابكم معايا، شلت مسؤوليتكم وانا لسه في بداية حياتي، وسافر ومعرفش عنه اي حاجة لحد دلوقتي، يدوب اسم في بطاقة، وملازمكم لاخر عمركم. فكر يا ابني، واوعى في يوم تتسرع. وبعدين الكلام ده سابق وقته قوي، انت لسه بأمر الله هتنزل بكرة اول يوم في وظيفتك، بعدين يبقى يحلها ربنا. بلال سكت واعتبر ان كلام والدته تحطيم لأحلامه، وكان متضايق جدا، لكن حاول ما يظهرش مشاعره. وبالفعل نزل الشغل وقدر يثبت نفسه فيه. وفات شهرين كانت مريم معاه دايما فيهم، وتملي بيخرجوا مع بعض. وفي يوم مريم قالت له وهم قاعدين سوا: اسمع يا بلال، انا خلاص زهقت من المقابلات والكلام، عايزين ناخد خطوة. انا زهقت من تحكمات بابا وعايزة اعيش حياتي معاك. ده غير ان ماما مضيقة عليا موضوع الكلام في التليفون ده. انت ايه اللي معطلك؟ عايزة افهم بجد. ما هو عشان اجيب لك يعني من الاخر كده، ماما مش موافقة ان انا اخد خطوة الجواز دلوقتي، وقالت لي ان لسه بدري على ما اكون نفسي. طيب بقول لك ايه، هاتي رقم باباكي انا هكلمه واجي اتقدم لك، وهو لو قبل هحط ماما قصاد الامر الواقع وهحاول اقنعها، ولو رفض بقى هشوف طريقة تانية تخليه يقبل. مريم كانت الفرحة مش سايعاها، ولما روحت وقبل ما تدخل الشقة مسحت الميك اب بسرعة واتسحبت وفتحت الباب بالراحة قبل ما حد يحس بيها. هي عارفة ان والدها في الشغل وامها نزلت تشتري طلبات، بس برضو لازم تاخد احتياطاتها. وفضلت طول اليوم مترقبة تليفون والدها وهي متوترة. وفجأة سمعت التليفون أخيرا بيرن، وفضل والدها يتكلم وكان باين عليه انه بيتكلم بكل جدية. وحدد ميعاد وبعدها قفل السكة ونادى على مريم بصوت عالي. ومن الخضة مريم اتنفضت وجريت ناحيته وهي مرعوبة. ايوه ايوه يا بابا، حضرتك عايز حاجة؟ وانت اديتي رقمي لحد؟ لا 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 خالص يا بابا، في حاجة حصلت؟ على العموم بكرة هعرف اذا كنت بتكدبي ولا لا. تعالي هنا قوليلي، تنزلتي النهاردة من باب الشقة؟ لا 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 يا بابا، ما نزلتش خالص، اسأل ماما، حتى بقالي اسبوع مش بخطي بره باب الشقة. طيب يا مريم، اما نشوف اخرتها معاكي، اتفضلي ادخلي اوضتك. ودخلت مريم اوضتها وهي مرعوبة. مريم طول الوقت خايفة في بيت اهلها بسبب صوت والدها العالي وعصبيته المستمرة اللي خلتها تعمل كل حاجة بس من وراه. وبعد يومين راح بلال بيت والد مريم اللي كان باين على ملامحه الحدة والغضب. مبدئيا كده انا عايز اعرف انت جبت رقمي منين، وعرفت بنتي ازاي، وانت من منطقة واحنا من منطقة تانية خالص. يا عمي انا ليا ناس صحابي ساكنين قريب من هنا، بصدفة شفت بنت حضرتك وبصراحة اعجبت بيها جدا،
ولما حاولت أكلمها رفضت تكلمني نهائي، فوصلت رقم حضرتك من ناس جيرانكم وقالوا لي عنكم كل خير. والد مريم ما اقتنعش بكلام بلال، وفهم من طريقة كلامه إن كان في علاقة بينه وبين مريم، لكن تخطى الجزء ده. طيب سيبك من موضوع الرقم اللي أنا مش مصدق قصته ده، أنا عايز أعرف أنت مين وبتشتغل إيه وعندك إيه هتقدمه لبنتي، وفين أهلك؟ ما جوش معاك ليه؟ بلال اتوتر وبدأ يجمع كلامه بالعافية. يا عمي أنا لسه متوظف في شركة محترمة ومرتبي المبدئي كويس جدا. أما بقى الشقة يعني فأنا هسكن مع والدتي لأن يعني والدي منفصل عننا من سنين يعني، وماما وأختي ملهمش غيري يعني، فمش هينفع أبعد عنهم. وبالمناسبة أنا جاي لوحدي يعني، فأنا قلت أجي أتفق مع حضرتك يعني لو حصل قبول مبدئي هي هتيجي على طول يعني. يا ابني أنت لسه بتقول يا هادي أجوزك بنتي على أساس إيه؟ معلش يا ابني نورتنا، أنا ما عنديش بنات للجواز، اتفضل مع السلامة. ومشي بلال وهو محرج جدا مش قادر يتكلم، وخرج من عندهم وهو في منتهى الغضب. أما والد مريم فدخل أوضة بنته وهو متعصب جدا، ومسكها من دراعها جامد وقال: جايبالي عيل وعايزة تتجوزيه، انطقي، تتعرفيه منين وايه اللي بينك وبينه؟ ما فيش حاجة بيني وبينه صدقني يا بابا، عشان خاطري سيب ايدي. من هنا ورايح انت مالكيش نزول من البيت نهائي، هتفضلي محبوسة هنا لحد ما يجي العريس اللي أنا أشوفه مناسب، غير كده هتفضلي محبوسة بين الأربع حيطان دول. وخرج من أوضتها وقفل الباب بغل، خلت قلبها يرتجف. مسكت مريم التليفون وكلمت بلال وهي منهارة: ألو، الحقني يا بلال، تعال خرجني من هنا، بابا حبسني وقال لي إنه مش هيخرجني من البيت وهيجوزني بالعافية للي هو شايفه مناسب ليا. عايزة نعمل إيه يعني يا مريم بعد ما اتطردت من بيتكم؟ اسمعي بنت الناس، أنا عملت اللي عليا وخلاص. أنا بقولك ما تسيبنيش، أنا بحبك ومش هسيبك، تعالى بس تاخدني. بلال سرح في كلامها وسكت شوية، وبعدها قال لها: أنا مستعد إن أنا أخدك ونروح نتجوز عرفي وتيجي تعيشي معانا هنا في البيت، إيه رأيك؟ موافقة طبعا. بلال قفل معاها وهم مخططين لكل حاجة. وتاني يوم أول ما الساعة بقت 2 بالليل، مريم حدفت لبلال شنطة هدومها من شباكها واتسحبت وخرجت من البيت بالراحة. وبعد ما نزلت وبلال أخدها بعيد عن المنطقة، قعدوا على الرصيف وكتبوا ورقتين جواز عرفي. أهو كده بقيتي مراتي، وهنروح دلوقتي البيت وهحط الكل قصاد الأمر الواقع. مريم كانت فرحانة وكأنها فكت كل قيود السجن اللي والدها عطتها فيه. ولما روحوا البيت عند نوال ودخل بلال وهو في ايديه مريم وشنطة هدومها، نوال اتفزعت: اللي جاب البنت دي هنا؟ مش دي مريم اللي ورتني صورتها قبل كده؟ وايه شنطة الهدوم دي؟ ماما انا ومريم اتجوزنا عرفي وهي مراتي دلوقتي، مش هينفع اسيبها تحت اي سبب من الاسباب. يا خبر، انت بتقول ايه؟ عرفي؟ وانت وافقتي ازاي يا بنت الناس؟ يا طنط انا بحب بلال وواثقه فيه، وواثقه انه مستحيل يغزلني. واثقه في مين؟ في ده انا اللي اسمي امه مش واثقه فيه. انت لازم تحل البلوه دي وترجع البنت لاهلها، لانهم مش هيسكتوا. ارجع مين؟ هي فرخه؟ وبعدين ما تقلقيش، ابوها ما يعرفش العنوان بالظبط، وبعدين حتى لو عرف مستحيل يفضح نفسه يعني. الورقتين هم معايا. وبعدين يا ماما من الاخر كده لو انت بقى مش عايزانا في البيت معاكي، انا مستعده اجر شقه ونعيش فيها سوا. لا 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 خلاص خليكم هنا. وبعدين دي حتى مريم شكلها قمر وهاديه وهتبقى صاحبتي، مش كده يا مريم يا حبيبتي؟ شكرا يا طنط، وانا وعدك اني عمري ما هزعلك ابدا، وهعمل لك كل اللي تطلبيه مني. طيب انا عندي شرط واحد عشان اكون راضيه عن الجوازه دي، مفيش دخله هتتم نهائي دلوقتي غير لما ناخد كلنا على بعض. معلش يا حبايبي، الاصول بتقول ان المفروض يبقى في فتره خطوبه، فتره تعارف، انما في حالتكم دي الامور بقت امر واقع، والحل اللي بقوله مناسب جدا. مريم وبلال بصوا لبعض وهزوا راسهم بالموافقه، ونوال مسكت ايد مريم واخدتها تنام في اوضتها جنبها على سريرها، وقفلت عليهم بالمفتاح وخلت بلال يدخل اوضته. مريم كانت بتبص حواليها بتوتر. نوال قالت لها بكل هدوء: نامي نامي يا بنتي، والصباح رباح نبقى نتكلم بعدين. شكرا يا طنط، انا اسفه اني قلقتك وضايقتك في الاوضه والبيت كله. لا يا بنتي ولا يهمك، تصبحي على خير. وفضلت نوال صاحيه طول الليل مش قادره تغمض عينيها، خايفه من مريم وعليها. وتاني يوم لقيت بلال بيخبط على باب اوضتهم، فتحت له وهي مهمومه: معلش يا ماما، انا هنزل دلوقتي اروح الشغل، خلي بالك من مريم بالله عليكي، بلاش تضايقيها بالكلام.
وأنا من إمتى بضايق حد يا بلال؟ يلا اتكل على الله أنت. ولما نزل بلال وسجدة نزلت راحت مدرستها، دخلت نوال الأوضة عند مريم وهي على آخرها ومش قادرة تتمسك أكتر من كده. قومي يا أختي، انت ليكي عين تنامي؟ مش كفاية عملتك السودة؟ فوقي قوليلي انت فين أهلك وازاي سبتي البيت وهربتي واتجوزتي ابني؟ جرى ايه يا طنط؟ انت اتحولتي كده ازاي؟ ما انت كنتي راضية وموافقة، ايه اللي غيرك بالشكل ده؟ انا ما عملتش حاجة غلط، انا اتجوزت. عرفي اتجوزتي ابني عرفي، ودي عندي كبيرة قوي، وعشان كده هتشوفي مني وش تاني خالص. مريم كانت بتاخد نفسها بالعافية ومصدومة وخايفة. نوال مسكت دراعها وقالت لها: أهلك ذنبهم إنك تكسري عينيهم وتخذليهم بالشكل ده؟ عملوا فيكي إيه خليكي تهربي من البيت وتيجي تترمي في حضن واحد لسه ما تعرفيش عنه حاجة؟ احكيلي. كلام نوال كان قاسي رغم إنه صح، ومريم بكت بحرقة وقالت: هم السبب، أنا هربت منهم عشان أرتاح من الزعيق والتحكمات، زهقت من كتر الخوف اللي أنا عايشاه. بابا طول الوقت ضغط علينا وماما مهوداه وشايفة إن اللي بيعمله ده في مصلحتنا، خلاني أخد الدبلوم وما ادخلش الجامعة عشان ما اتعرفش على شباب، وحتى الشغل رفض إن أشتغل. بابا معروف في عيلتنا إنه راجل دغري وبناته زي الدهب بسبب شدته علينا، لكن ما يعرفش إننا بنعمل كل اللي إحنا عايزينه بس من وراه. أنا بحب بلال يا طنط ومش طالبة منه حاجة غير إنه يفضل جنبي. ضحكت نوال وقالت لها بخيبة أمل: كان أبوه فضل جنبي. اسمعي يا بنتي الكلام اللي مش هتسمعيه من حد أبدا، نار أهلك أرحم بكتير من جنة بلال. أبوكي وأمك مهما عملوا صدقيني هيكونوا أرحم بكتير من اللي انت عملتيه. انت رميتي نفسك في بير ملوش قرار، وما دمت انت رخصتي نفسك مستحيل حد يعملك قيمة مهما كان بيحبك. تعرفي اني لو ست مش كويسة كنت استغلت ضعفك، كنت خليتك خدامة للبيت بلقمتك والاسم انك مرات ابني، ويوم ما اهلك هيجوا هنا هقول لهم بعلو صوتي بنتكم اللي رمت نفسها على ابني، وقبل ما تحاسبوا ابني لموا بنتكم. لكن انا أدرى واحدة بحالك وحاسة بيكي، عشان كده بقولك ارجعي لأهلك، اوعي تتنازلي عن أبسط حقوقك عشان حد، وافتكري ان الحب والشغف بيقلوا مع المسؤوليات والضغوطات، وقتها الأقنعة بتقع والله، وهتفضل الذكريات تلاحقك طول عمرك، وهتقولي لنفسك في يوم من الأيام: يا ريتني ما عملت كده من البداية. مفيش واحدة هربت من بيت أهلها كسبت يا بنتي، ويوم ما بترجع وهي مكسورة وفي قلبها قهر وحزن ملوش نهاية، ده غير نظرة كل الناس ليها اللي كلها شماتة واستحقار. اسمعي كلامي يا بنتي واهربي من هنا وارجعي بيت أهلك، والورقتين دول أنا هقطعهم، أصلا ده مش جواز، وابن أنا هعرف أوقفه عند حده، بس انتي طوعيني، خليني أعززك وارفع راسك وتعلمي من تجربتي القاسية. أنا في يوم من الأيام كنت مكانك وقريتني سمعت النصيحة. طب وأنا لو سمعت الكلام وروحت هقول لبابا إيه؟ ده مش هيعديها لي أبدا. مالكيش دعوة، تعالي معايا وأنا هعرف أتصرف. نوال مسكت إيد مريم وراحت بيها لحد بيت أهلها، وأول ما والدتها ووالدها شافوها كان في عيونهم لهفة وفرحة كانت ممزوجة بغضب وعتاب من اللي عملته. لكن نوال قالت بهدوء: لو سمحتوا يا جماعة ممكن أدخل أتكلم معاكم جوه بالراحة؟ أم مريم قالت لها: حضرتك مين؟ ومريم كانت فين الليلة دي؟ يا أم مريم ما تقلقيش، بنتك كانت معايا طول الليل، تقدري حضرتك تتأكدي بنفسك يعني منها هل حد قرب منها ولا لأ؟ ما تقلقيش يا ماما أنا كويسة. والد مريم قرب منها وقال: امال كنتي فين امبارح يا قليلة الأدب؟ وازاي تسيبي البيت وتهربي؟ انطقي، ده أنا مش هسيبك النهاردة. كفاية بقى، كفاية زعيق وعصبية وحبسة، أنا تعبت يا بابا، نفسي تطبطب عليا، نفسي تحس إني بني آدمة مش عار المفروض تخبيه. يا بابا أنا تعبت ونفسي أتكلم معاك من غير ما إيدي ترتعش وقلبي يتقبض. أنا عارفة إنك خايف علينا، بس صدقني لو كنت طمنتنا ما كنتش ههرب في يوم منك، ما كنتش هشوف الأمان في مكان تاني. أنا أسفة يا بابا، أسفة لو كنت السبب إنك طول الوقت تفضل تفكر أنا رحت فين وإيه اللي حصل لي، بس صدقني أنا عملت كده غصب عني. أنا قلبي كان هيقف من الخض عليكي، طول الليل بلف في الشوارع زي المجنون، مش عارف انت فين وحصل لك ايه،
رحت القسم قالوا إنهم هيعملوا المحضر بعد 48 ساعة. دورت في المستشفيات وفي كل مكان ممكن تروحيه. أنا طول الوقت بعمل كده عشان أحافظ عليكم، مش عشان أضيعكم. للأسف مش هتحسي بيه غير لما يبقى عندك ولاد، وقتها تعرفي معنى الخوف. نوال قطعت والد مريم وقالت له: يا أبو مريم، أنا مقدرة موقفك، بس صدقني الخوف بيعمل كوارث كتيرة قوي. وديك شفت، احمد ربنا إنها كويسة وبخير، وبعدين ما تقلقش، بنت حضرتك متربية أحسن تربية، ما عملتش حاجة غلط، وربنا عالم بيك وحفظها. قرب منها واعتبر إن اللي حصل ده رسالة من ربنا ليك عشان ترتب حساباتك من جديد وتقرب من البنات. صدقني عمر الغضب والصوت العالي ما بيحل مشكلة. افهم اللي قصادك وحس بيه، صدقني هتكسبه طول العمر. وحضرتك تبقي مين بقى؟ ومريم جاتلك ازاي؟ مريم تبقى صاحبة ساجدة بنتي، ودايما بيتكلموا سوا، ولما مشيت جت عندنا. وما تقلقش، أنا ابني مسافر بقاله يومين وما كانش فيه في البيت رجالة. والد مريم تغاضى عن كل اللي حصل مقابل إن ربنا طمنه على بنته، وبدأ يقعد مع مريم وبناته الأصغر منها لمياء وسارة، وفتح معاهم كلام عن كل شيء مضايقهم منه. ولما نوال روحت البيت لقيت بلال قاعد مستنيها. فين مريم؟ وليه مش بتردوا عليا انتوا الاتنين؟ معرفش يا ابني، الصبح قالت لي أنا حاسة بالذنب ناحية أهلي وعايزة أمشي. قلت لها مع السلامة، روحي. والورقتين العرفي اللي كانوا في الدولاب أنا قطعتهم، لو اتعرضت لها ولا قربت منها لا انت ابني ولا اعرفك يا بلال. ايه يعني ايه تمشيها ولا بعيال؟ انا هروح اجيبها من هناك، دي مراتي. نوال قربت من بلال والأول مرة تمد ايديها عليه وهي بتعيط بحرقة وبتقول له: هي دي تربيتي؟ هو ده شق عمري فيكم يا بلال؟ يا خسارة يا ابني، كنت فاكرة انكم هتعوضوني عن كل الوجع والعذاب اللي عشته السنين اللي فاتت، لكن اتضح ان البذرة الفاسدة عمرها ما تطرح خير ابدا. امشي اخرج بره بيتي، مش عايزة اشوف وشك تاني. بلال حط ايديه على وشه وهو مصدوم من انهيار امه. منظرها كان صعب لانه اول مرة يشوفها كده. قرب منها وقال لها: اهدي يا ماما بس، اهدي عشان خاطري، اهدي وهعملك اللي انت عايزاه. ليه كل ده؟ عشان انت انسان معدوم الضمير والاحساس. استغليت ان البنت متضايقة من اهلها ومن تحكماتهم وقربت منها، حببتها فيك وخليتها تهرب من كل الناس وتجيلك. كل ده عشان ايه؟ عشان الحب الكذاب المزيف اللي بيحب حد بيخاف على شكله وبيحميه حتى من نفسه. تقدر تقولي كنت ازاي هتشيل مسؤولية زوجة؟ ولو بقى في طفل مين هيصرف عليه؟ انا مثلا؟ اسمع يا ابني، انت لو دلوقتي صحيت من النوم ولقيت اختك سايبة البيت واتجوزت عرفي، وقتها مش هيكفيك عمرها، مش كده؟ اللي ما تقبلوش على اختك اياك تقبله على بنات الناس، وياك تكسر البنت دي. انت بتحبها بجد يا بلال؟ بلال ما كانش قادر ينطق الكلام من واقعية كلام والدته، وقال لها: بحبها وجدا كمان، بس ما حسبتهاش صح، انا معترف بده. خلاص يا بلال، ادخل بدل الجمعية 2 وحوش معايا وانا مش هسيبك، وهساعدك تجيب شقة، وبعون الله هتقف على رجلك وكل الامور هتمشي بالعقل احسن من العك اللي انت كنت هتعمله. يا خايب اعمل ذكريات حلوة تتشرف بيها قصاد عيالك، بلاش تخلوا ماضيكم اسود تتكسفوا تحكوه. ولو اتخطبت بقى في الوقت ده تبقى مش من نصيبك يا حبيبي، وربنا هيكرمك ويكرمها يا ابني. بنات الناس مش لعبة، والجواز مسؤولية كبيرة، ولازم تتقي الله في تصرفاتك عشان البركة تطرح في بيتك وفي أهله. كلام نوال كان صح، وبقى حافز لبلال وقرر انه ينفذ كل كلمة فيه. وكانت نوال من وقت للتاني تكلم مريم وتطمن عليها، وفرحت جدا لما قربت من والدها بعد اللي حصل وفهموا الدرس صح. والدها فهم انه المفروض يكون امان ويشبع ولاده حنية وحب، وهم فهموا ان خوفه عليهم وعصبيته حب وعشان مصلحتهم. وعلاقة بلال ومريم انتهت مؤقتا لحين ما يثبت حبه وتقديره ليها. ومريم قربت من ربنا جدا الفترة دي وندمت قوي على اللي عملته. وبعد 2 سنين بلال قدر يجيب الشبكة والشقة بمساعدة نوال طبعا. وقتها نوال أخدت ميعاد من والد مريم بقلب جامد وراحت بيتهم بكل ثقة. وبدأت نوال تتكلم وتقول: اسمع يا أبو مريم، أنا يشرفني إني أطلب إيد بنت حضرتك مريم لابن بلال، واللي هتطلبوها يتنفذ لأجل عيونها. والله يا حاجة الشرف لينا،
حضرتك أثبتيلي إنك خارجة من بيت أصل ومعدنكم طيب، وحقيقي أنا هبقى مطمن على بنتي وسطكم. كفاية إنك خفتي عليها واعتبرتيها بنتك. وإنت يا بلال، ربنا يكرمك يا ابني ويجازيك خير إنك حافظت على بنتي وما استغلتش الخلاف اللي حصل زمان وكسرتنا بيها. بلال اتكسف وحس بالإحراج من نفسه بعد كلام والد مريم، وافتكر اللي عمله مع مريم واللي أهلها لغاية دلوقتي ما يعرفوهوش. هما مش عارفين غير إنه اتقدم واترفض وبس، وإن مريم لما هربت راحت عندهم، وإن كان ممكن بلال يستغل ده. ما يعرفوش إنهم أصلا هربوا سوا. بلال حس وقتها من كلامه إنه قليل قوي قصاد نفسه، وقال له: يا عمي حضرتك مش عارف مريم غالية عليا قد إيه، ومستعد أعمل عشانها أي حاجة بس تبقى معايا. واتقرت الفاتحة وتم الاتفاق بين العيلتين بكل حب، وصوت الزراغيط ملا البيت، والفرحة كانت ظاهرة على كل الوشوش. واتعمل لمريم فرح كبير اتعزم فيه كل الأهل والأحباب. وبعد أسبوع من الجواز لما نوال زارتهم في بيتهم، مريم جريت عليها وبست راسها وقالت لها: كتر ألف خيرك، جميلك مستحيل أنساه أبدا. لولا إنك كنت رحيمة بيا واعتبرتيني بنتك وفوقتيني، كان زمان فرحتي مكسورة وعيني مش قادرة أرفعها في وش حد. كان زماني أي كلمة عن الشرف وعن الأخلاق بسمعها باخدها على نفسي. أنا بحبك قوي يا ماما، انتي تستاهلي كلمة ماما من كل قلبي. نوال حضنتها بكل حب وقالت لها: يا حبيبة قلبي، أنا عملت الصح والأصول، وزي ما خفت عليكي خفت على ابني من شر نفسه. حبيت أحسسكم بكل لحظة حلوة بالحلال والرضا مش بالغصب. أنا زمان وقفت قصاد أهلي واخترت راشد والد بلال، وغصبت على أهلي يتمموا الجوازة وإلا ههرب معاه. وافقوا وقالوا لي شيلي شيلتك بنفسك. ومن وقتها وأنا شايلاها بسبب كلام حلو ووعود كدابة. صدقيني اللي بيحبك بجد هيحاول بكل طاقته إنه يوصلك، واللي حصل زمان مش عايزاه يتفتح تاني. ده كان لعب عيال وعديناه خلاص. خليكي في بيتك وحياتك، وأي حاجة تضايقك أنا موجودة في ظهرك. وحظك يا مريم إنك وقعتي مع حما عاشت نفس تجربتك وحاسة بيكي، ودي حكاية صعبة تتكرر في الزمن ده. وبدأت مريم حياتها في بيتها بكل راحة بال، وهي مع جوزها وأهلها راضين عنها. قصة مريم وبلال بتتكرر للأسف يوميا، لكن مش بتنتهي بالنهاية الوردية دي. بالعكس، النهايات بتبقى كوارث ووجع قلب وكسرة. رسالتي لكل بنت: حافظي على نفسك، لأن الدنيا ما فيهاش حموات زي نوال كتير، ولا شباب زي بلال رغم طشهم عندهم ضمير.